في 9 من يوليو عام 2006 توقف العالم أمام لحظة لم يكن أحد يتوقعها. نهائي كأس العالم بين فرنسا وإيطاليا، المباراة الأخيرة في مسيرة الأسطورة زين الدين زيدان. زيدان يفتتح التسجيل لفرنسا، والتوتر يزداد مع كل دقيقة تمر. لكن في الدقيقة 110 من الوقت الإضافي حدث ما لم يخطر على بال أي مشجع. بعد احتكاك كلامي مع المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي، يتوقف زيدان فجأة، يستدير ويقوم بنطحة قوية على صدر ماتيرازي. الملعب يصمت، الحكم يشهر البطاقة الحمراء، وزيدان يغادر الملعب مطأطئ الرأس في آخر مباراة له كلاعب محترف. فرنسا تكمل المباراة ب10 لاعبين وتخسر كأس العالم بركلات الترجيح. لقطة واحدة أنهت حلم التتويج، وختمت مسيرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم بأكثر لحظة جدل في تاريخ المونديال. ويبقى السؤال: هل كانت زلة غضب أم كرامة لم يقبل زيدان المساس بها؟